جينيفر كانت مرتبطة بالممثل بون أفليك في أوائل الألفينات، وعلاقتهم كانت حديث الصحافة وقتها. في 2021 رجعوا لبعض بعد 17 سنة، وده خلى الجمهور يسميهم بينيفر من تاني. اتجوزت المغني مارك أنتوني سنة 2004 وخلفوا توأم هما ماكس وإيمي، لكن علاقتهم ما كملتش وانفصلوا في 2014. ورغم كده فضل بينهم صداقة قوية واحترام كبير. في 2017 بدأت علاقتها بالنجم ألبس بول أليكس، وكانوا بيظهروا كتير قوي مع بعض في مناسبات عامة، وكانوا مخططين للجواز. لكن في 2021 أعلنوا انفصالهم المفاجئ. جينيفر لوبيز مش بس نجمة في الغنى والتمثيل، لكنها كمان عندها جانب إنساني كبير. أسست مع أختها مؤسسة لوبيز فاميلي فاونديشن لمساعدة الأطفال والأمهات في الرعاية الصحية والتعليم. كمان في 2017 بعد إعصار بورتريكو اتبرعت ب1,000,000 لمساعدة المتضررين، وده خلى الجمهور يشوفها كرمز للإلهام مش بس في الفن لكن في الإنسانية كمان.